الو. السلام عليكم. الو. وي كنسمع. الو، السلام عليكم. وي خويا تنسمعك، تسمعني مزيان. وي راه مزيان. اوكي. كي داير؟ بخير. حميدين الشاكرين. الحمد لله. اوكي تفضل. أه، اول حاجه باغي نقولها لك هي انك اول حاجه باغي نقولها هي بعد التجاوزات اللي درتي في ديك لاشين ديالك وبعد الاستهزاءات وكذا، حيت اصلا غنلقاو هذا الشيء تناقض، حيت انت اصلا تدعي تتقول قبول الاخر والتعايش، ولكن انت كتستهزأ من الاخر. هذا راه في حد ذاته تناقض. انا هذا ما تنستهزئ من حتى شي واحد، اه ما كيفاش ما تنستهزئش من الناس. كتستهزأ؟ على ديك نضحك. لاشين ديالك عامره استهزاءات. الناس انا تنستهزئ من الدين ماشي منك انت. الدين، الدين، ولكن هذا الدين عنده ناس. ايه ولكن راه الاديان ما عندهاش حقوق الاديان. راه ممكن تستهزئ من دين وتسخر منه وتنتقده، راه ما كاين حتى شي مشكل. اللي خايب هو انك تستهزئ من الناس. انا كون شتيني تنسب المسلمين وي عندك الحق، ولكن انا ما تنسبش المسلمين. عندك هذه النقطه. وداك الاخر داك الخطا الثاني اللي كدير هو انك بعض الخطات كتغلط في شي حاجه، ولكن كتجاوز على شي حاجه انا ما ما درتش نعرف. خطأ الاول باش يكون الثاني. اه السخريه من اشنو؟ الاديان والانتقاد الاديان ما تنعتبروش انا خطأ، حيت قلتي لي هذا الخطأ الاول ودابا بغيتي تهضر على الخطأ الثاني. انا ما درتش خطأ الاول بعدا. حيد الخطأ الاول، راه ماشي انا مثلا ما تنعتبروش خطأ. لا، علاش بغيت نحيدو؟ لا، علاش بغيت نحيدو؟ حيت انا اولا فاش حيت انا تندير حاجه محمد مشروعه. رسول الله صلى الله عليه وسلم كتستهزئ من سميتو، من الشخص ديالو صلى الله عليه وسلم. هذا راه انسان. ايه ولكن راه السيد اولا راه ماشي راه خاص نفرقوا ما بين تتستهزأ من واحد الانسان ولا تتستهزأ من واحد الشخصيه اللي هي بيبليك كما تنقولوا. نعطيك مثال. مثلا انت الا استهزأتي من اوباما، اوكي، راه ما فيها حتى شي مشكل، هي لان هذه الشخصيه راه عندها واحد قلة ادب. المكانه. ها. قلة ادب. لا تقدر تعتبرها قله ادب، ولكن ممكن انت تسخر مثلا من اوباما ولا من السياسيين ولا من الممثلين. علاش؟ لانهم شخصيات بيبليك، واحد الشخصيات اللي عندها واحد المكانه، عندها واحد ستاتيو، فهمتيني؟ ما يمكنش تجي مثلا انت هي واحد هذا الانسان غادي في الزنقه وتسبه ولا تسخر منه، هذه تتولي قله ادب. اما محمد راه عنده علاقه بالاسلام، راه واحد الشخصيه معروفه، واحد الشخصيه الصلاة تاريخيه. والسلام. فانا الا انتقدت محمد راه عادي ماشي مشكل. وننتقدوا في افكار، حيت اصلا ديجا سبقوك، هما كفار سبقوك، ولكن ما ردش عليهم. ابو جهل عطا الله بزاف، كاينين اللي كاتبين كتب، ولكن راه ما ردش لا رد عليهم. عليهم في القران، علاش كيفاش ما ردش عليهم؟ خاصك تنتقد شوف، ورا الانتقاد الله على نوعين: تساب، ما الله تنتقد الله في الشخص، اما القران تنتقد تساب مع الفكره. ابو لهب. واش ما تسابش مع ابو لهب في القران كاين واش رد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيفاش؟ ايوا راه واش رد في القران. انا رد عليه بالنسبه الرسول لي، صلى الله عليه وسلم؟ وانا راه بالنسبه لا، لي كاتب ولكن واش، القران راه هو محمد. لا، هنا غلطي. ايوا حيت راه بالنسبه لك فرق انت كبير بين ايمانيا، راه كاين ايمان. شي انت اله شوف، خفي. واش اللي تتفق مهم معايا عندي. باللي ان النبي صلى مم. الله عليه وسلم امي؟ امي ما تتعني حتى شي حاجه. شنو تتعني امي؟ شنو كيفاش بغيتي ما تقول زعما تتعنيش؟ امي؟ ها. امي يعني راه ما يقدرش انه ياتي بهذاك القران ويكتبوه كذا، نو 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 نو. ولكن هذا راه هذا اعجاز خطا. هذاك. لا 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 هذا خطا. انا نشرح لك علاش خطا. يا اولا ساتر. اللغه العربيه الفصحى اللي انت تتبان لك اللغه العربيه الفصحى راه شي حاجه. اللغه العربيه الفصحى راه دارجه قريش، راه ماشي شي حاجه. يعني بالنسبه لنا حنا عندنا تنتكلموا بالدارجه المغربيه، تجينا اللغه العربيه الفصحى راه بحال اللي تقول واحد المستوى وي راه اعلى عرفت مستوى ممكن. ولكن راه قريش راه كانوا تيهضروا بالدارجه ديالهم، هي اللغه العربيه اللي تنعرفوا، هي الدارجه ديالهم. يعني واحد الانسان من تيكتب الشعر، اصحاب الشعر الجاهلي، راه يقدر يكون امي وتيكتب لك قصيده شعريه رائعه. علاش؟ لان هذيك الدارجه ديالو. بحال الا شديتي شي واحد في المغرب تيدير الزجل، يعني تعرف الشعبي. الزجل؟ الزجل، الزجل. اه الناس اللي تيديروا الزجل في المغرب راه يقدر يكون ما تيعرف لا يكتب لا يقرا، ولكن تيدير لك قصيده زجليه. القران مكتوب بالدارجه قريش، راه ماشي مكتوب بشي لغه زعما اللي كانت صعيبه على واخا فيه الناس. بزاف الاعجازات العلميه. نو خلينا دابا من الاعجازات العلميه، هذا ماشي موضوعنا علاش نهضروا. بغيت نخليك هذا ايوا ماشي باش ما الموضوع راه. نتشعبوش، يعني شنو هو الموضوع اللي باغي تهضر فيه؟ خاصنا نحددوا. انا راه ممكن نهضر معك في اي موضوع، لو ما بغيتش لا، نبقى نقز من حاجه هي في اي لحاجه. موضوع، نركزوا. كيفاش؟ اي موضوع قلتي.
في اي موضوع قلتي. اول سؤال بغيت نسولك عليه هو علاش الالحاد، علاش زعما اختاريتي الالحاد؟ اش ما لقيتيش في الاسلام ولقيتيه في الالحاد؟ ما تقوليش ديك الهضره تاع الفكره وانه فهمتي. قول شي حاجه زعما منطقيه تقبلها العقل. ودابا انت تتسولني وتتفرض عليا شنو نقول. ولا المهم بعدا جاوبني بواحد الجواب منطقي عقلاني، ما تبقاش تقول لي شي حاجه راه شي انا شبهات تنجاوبك ديجا بداك الشيء اللي تجاوبوا عليهم تنعتقد ولا شي انا، ما حاجه. يمكن. انا تنجاوبك بداك سير الشيء اللي عاود. تنعتقد انا، ما يمكنش انا نجاوبك شي جواب اللي غادي يتماشى معاك انت. انا تنقول شنو انا تنعتقد، سواء اتفقتي اش معايا ولا ما كتعتقد؟ اتفقتيش معايا هذا شغلك، ولكن انا تنقول عرفت. القناعات ديالي. وي راه عرفت. ما يمكنش تقول لي راه حقا خاصك تقول لي شي حاجه منطقيه. الا جاك داكشي اللي تنقول انا ماشي منطقي، راه صافي، راك انت حر انك تشوف داكشي اللي تنقول ماشي منطقي، راه ماشي مشكل. انا ما باغيش نقنعك بالقناعات ديالي. المهم، من ناحيه الالحاد انا بعدا تنشوفه اولا هو الاصل، يعني ماشي شي حاجه الواحد تيختارها. الالحاد هو الاصل، حنا تنتولدوا بلا الهه، بلا حتى شي حاجه. يعني الانسان من تيتولد ما عنده حتى شي اله. يعني مساله الاله تتجي من الاسره اه. ديالو، تتجي من الاسره. يعني انت اي انسان تيتولد تياخذ الدين ديال الاسره ديالو، تياخذ الايمانيات ديال الاسره ديالو، وهذيك الايمانيات ديال الاسره ديالو هي اللي تيبقى عليها، يعني لواحد النسبه فوق 99% تيبقى عليها حتى تيموت. هذا هو الواقع ديالنا، هو ان الاسره هي اللي اه. تتحدد الدين ديالك. طيب الان الالحاد بالنسبه لي انا هو الاصل، لان ما كاينش واحد الاله من تيتولد الانسان ما كاينش معاه اله، ما تيامنش بشي اله. يعني فالاسره انت ديالو، دابا تتخشي ليه واحد الفكره ديال الاله اللي هي تتامن به. يعني تولدتي مثلا في واحد الاسره هندوسيه، اكيد غادي يكون عندك واحد المفهوم ديال الاله تختلف على الا تولدتي في اسره مسيحيه او اسره مسلمه او اسره مجوسيه. فالالحاد، الا قلتي لي علاش اختاريتي الالحاد، انا ما اختاريتش الالحاد، انا رجعت للاصل. الاصل هو عدم الايمان بوجود اله، هذا هو الاصل. يعني انا تقدر تقول حيدت ذاك الرواسب الموروثه ولكن الاسلاميه بسبب انني تولدت في اسره مسلمه. هاد الرواسب اللي حيدتي واش عن علم ولا غير انشوا بحال هكا اختاريتي وصافي فقتي في الصباح وقلتي نلحد؟ خاصك علم. بيان سور ما يمكنش الواحد ينوض في الصباح. علاش؟ لان ما يمكنش تنوض في الصباح وتبدل، ولا أف- كما تيقولوا موضه، افا. الالحاد موضه. يعني ديك الهضره ديال الواحد راه صافي رشقات ليها يولي ملحد، هاد الهضره انا تتبان لي تخربيق. علاش؟ لان انت اصلا من تتولد في واحد الاسره تتعرض مم. لواحد التلقين ديني، واحد لوندوكترينمون، من غير الا كانوا والديك ما تيامنوش، ملحدين ولا شي حاجه. مزوقينش. بحال ولادي انا ما تندير لهم لا تلقين ديني لا حتى شي حاجه. فانت خرجتي تتولد عليهم. شنو هو؟ خرجتي عليهم. بالعكس تماما، انا تنشوف التلقين الديني اغتصاب ديال الطفوله. يعني الطفل خاصك تخليه اغتصاب. حتى يكبر ويختار راسو الطريق اللي يمشي ليها، ما تفرضش عليه واحد الدين اللي تورثتيه انت من عند والديك. المهم ماشي موضوعنا هذا. فانت من تتعرض لواحد التلقين ديني، واحد لوندوكترينمون في الصغر، اه. راه انت تكون صغير. يعني انت من تكون صغير ديجا عندك واحد التقبل ديال السلطه، وهذه مساله مهمه في البقاء على الحياه في الجنس ديالنا. عادي انك تقبل الكلام ديال السلطه. مثلا والديك تيقولوا لك ما تقطعش الشارع، ما تقطعش الشارع باش ما تموتش، مم. باش ما يضربك شرموك. هذه مزيانه فينا حنا من تنكونوا صغار، انا تنقبلوا السلطه. للاسف الدين هو واحد المنتوج بحال تقول باراليل، منتوج متوازي تيدخل مع داك الشيء. يعني ما تعطيوكش غير داك الشيء اللي يخليك على البقاء على الحياه، ولكن تيعطيوك كذلك الخريف. بالنسبه لي انا تعتبره خريف، تيعطيوك حتى داك الخريف. وداك الخريف من تدخلوا انت شي مثال الدين. بحال هاد تهضر على الدين، الخرافات. تهضر على الدين عموما. يعني انت كمسلم مثلا تيعطيوك المعلومات الدينيه الايمانيه ديال مثلا راه كاين عذاب القبر، كاين الجنه، كاين النار، كاين الله تيشوفنا في السماء، راه ما تيبانش، راه كاين صفه الرسول، كاين الجنون، كاين الملائكه، تعبان الاقرع. هذه المسائل كلها راه ايمانيات تيدخلوها لك في راسك. فانت من تكون صغير بسبب ان الدماغ ديالك عنده واحد القابليه تيقبل الكلام ديال والديك، لان مهم هذه المساله في البقاء على الحياه، خاصك تقبل الكلام ديال السلطه. فمن تيدخلوا لك هذه الايمانيات تتولي مسلمات، تتولي واحد المسلمات اللي تغرس لك في لا الدماغ ديالك. يشوبوها الشك. فوالا، تتولي مسلمات، ما تتناقش، ما تتفكرش فيها، ما تتنتقدهاش، ما كاين ولكن لا الله تفكير تعالى النقدي. قال لنا نفكروا آيات بزاف. أول آية نزلت هي اقرأ باسم ربك الذي خلق. يعني راه سيدي ربي ما رفض لنا أولا التبعية العمية، رفض لنا التبعية العمية في الأنبياء. ولكن اقرا راه قضية ما موسى تتعنيش، عليه السلام. تعلم.
اقرا راه المعنى ديالها في الايه راه ماشي هي تعلم تقرا زعما بالدارجه تنقولوا سير تقرا زعما تعلم، راه اقرا هي غير سيتي يعني اتلو، ما تتعنيش القراءه، يعني قال لي قرا يعني اتلو القران، ماشي سير تتعلم. هذه غير في المعنى ديال الايه. خليني نكمل لك غير الفكره ديال بعدا ديال التلقين لينا مهمه. الو خويا كنسمعك. الكونيكسيون شتا بحال اللي بدات تتعيا. فهذه عندك المساله انت ديال ولا عندي؟ ما عرفتش لا هو صافي مشى جا واحد اللي بحال ديك لانفورماسيون حمراء بحال اللي راه الكونيكسيون بدات تمشي، ولكن هي رجعت. غير باش نكمل لك هذه المساله ديال التلقين. انت تتعرض لواحد التلقين، فهذيك المسلمات تيكون عندها واحد المكانه قويه في الدماغ ديالك، فصعيب بزاف انك من تكبر تخلص من هذه المسلمات. راه من اصعب الامور، راه ما سهلاش، لان انت كبرتي مشبع متشبع بهذه المسائل هذه، متشبع بالخوف من النار، متشبع بالايمانيات مثلا الا كمسلم متشبع بهذه الامور هذه. حتى انا كبرت متشبع بهم، يعني عندي يقين تام بوجود الجنه والنار والملائكه والسيئات الحسنات وداك الشيء كامل متشبع به. فباش تخرج من هذا تخلص من هذه المسائل هذه راه ماشي سهل. راه غير الا شفنا غير الفاكتور ديال الخوف راه ماشي سهل. راه الخوف انا تنظن هو اللي تيعطل اغلب الناس قبل ما يخرجوا من الاسلام، لان تيبقى عندك داك الخوف تيبدا ديما مخليك تتخاف، تقول ربما لا يقدر يكون شي حاجه صحيحه، ونقدر نكون انا درت خطا، واش هاد الناس هادو كاملين غالطين وانا زعما اللي لقيت الحقيقه. يعني هاد المسائل تتبقى تخليك بحال اللي تقول تتاجل الخروج ديالك من الخرافه. بالنسبه لي انا تنعتبرها خرافه. فانت باش تخلص من هاد الشيء هذا خاص واحد التراكمات كبيره، يعني تجربه فيها تراكمات ديال الشك، تراكمات ديال البحث اللي ربما تتمشي سنوات. يعني تنظن ان كل ما الانسان كبر كل ما تتكون اصعب القضيه. يعني كانت نشوف لي جون اللي تيخرجوا من الاسلام تتبان لي بانهم بسرعه تيخرجوا، ولكن واحد مثلا اللي ضرب واحد 40 عام ولا 50 عام في الاسلام صعيبه شويه، يعني تحتاج سنوات ربما ديال مسيره ديال التامل وديال الشك. هاد ربما يقدر يتاخذ هذه الخطوه هذه ديال انه صافي يرفض الاسلام. فراه ماشي مساله سهله، ماشي مساله ديال تتنوض في الصباح مع 8 وتتقول اليوم نجرب الالحاد. علاش؟ لان ما يمكنش انت متشبع بالفكره دي، راه كاين واحد العذاب خالد يعني ابدي. كدوي على العذاب بزاف. نعم. عندك واقيلا عقده من العذاب وكذا، وكلا خايف انت من النار من دابا. لا حيت نتكلم على الخوف كمساله. انا تيبان لي الخوف نظري اهم من الاسلام تصوروا كخوف. نو انا خاصك تبقى معايا في الاتجاه اللي كنت غادي فيه. حنا كنا تنتكلموا على واحد غادي يخرج من الاسلام، انا كنت نتكلم على الخوف. خاص اولا تكون عندك واحد القناعه، يعني تكون ديجا قاري، تكون قاري بزاف على القران، تكون قاري. اغلبيتكم الملحدين تتفرجوا في واحد الوثائقي تاع التطور، كيمشي يغوشي في جوجل على الشبهات، ولكن الخطا اللي كيديروا فيه الشبهات وكتلقى الرد ديالهم وكيطمس، فهمتي، ولا كيتجاهل دوك رد الشبهات وكيجي تيقول لك الشبهات اللي كاينين، وتيتفرج في هذا الشيء اللي واقع مثلا في سوريا ولا في هذه الحرب، وتيقول كيفاش زعما المسلمين وكذا والتناقض، صافي قلب الفيستا. هذا هو سميتو الحياه نتاع الالحاد. باش تقول لي الشك وكذا، كيفاش الشك؟ انا تيبان لي هذه المساله اللي قلتي دابا حكم مسبق، يعني وقلتي انت يعني حتى الفعل ديالك اللي استعملتي تيبين، قلتي تيبان لي، يعني انت ما عشتيش التجربه الالحاديه والتجربه الايمانيه باش تقدر تقول واش بصح هذا الشيء صحيح ولا لا. انا نقدر نقول لك من التجربه ديالي ومن التجربه ديال الناس اللي تنعرف بزاف ديال الناس اللي خرجوا من الاسلام، ان نقدر نقول لك الاغلبيه الساحقه ديالهم تعرفوا على الاسلام اكثر من المسلمين، يعني باش نكون معك صريح. وهذه مساله عاديه، لان ما يمكنش شي واحد غادي يسمح في الجنه وغادي يتخلص من الخوف من جهنم فقط حيت شاف واحد الوثائقي في يوتيوب ولا شاف شي حاجه. هذه يكون على يقين بان ما كايناش، سا اكزيست با. يعني الرحله ديال الخروج من الاسلام راها رحله ديال تامل، رحله بحث ورحله شك. فانا ما غاديش نجي نسمع فيديو في يوتيوب وغادي نولي ملحد. هذه راه ما كايناش هذه القضيه كاع. فالناس الناس اللي تيكونوا اللي خرجوا من الاسلام كون على يقين انهم بحثوا في الاسلام، ماشي انهم كلهم عندهم دكتوراه في الشريعه. راه ماشي هذا الشيء اللي باغي نقول لك. انا على دكتوراه في الشريعه بغيت نفسر لك يعني، ولكن راه بحثوا، راه ماشي جاوا وقالوا صافي انا راه اليوم قريت واحد الحديث ديال عائشه وجاني في شكل وغادي نولي دابا انا كافر. راه ما يمكنش يا صاحبي، لان انت اصلا
متشبع بالمسلمات الايمانيه، كمسلم متشبع بالايمانيات الاسلاميه، فراه ماشي سهل باش تخلص منها. واحد التلقين الديني راه صعيب، راه ما سهلش. وي راه ما متفقش معك بطبيعة الحال. ماشي مشكل تتفق معايا، انا كما قلت لك هذه مساله، انت تتسولني على التجربه الالحاديه انا تنجاوبك، ماشي ضروري تتفق معايا. تفضل. الو. وي كنسمعك. وحيت ما بغيتش نستحوذ على المايك. المايك خذ راحتك. لا راه انا ممكن نبقى عطية نهضر ما نسكتش، ولكن بغيت زعما انت تتفاعل معايا. واحد القضية كنتي شرتي لها في واحد الفيديو، زعما الإسلام ظلم المرأة واغتصبها هنا فيديو. هذا واحد الدردشة مع واحد السيد. وكانوا دردشات ما عرفتش بالضبط، ولكن شنو الوجه ديال الاعتراض اللي المضمون عندك ديال هذا ونهضروا هو فيه؟ أنك زعما أن الإسلام أهان المرأة وظلمها وكذا. وي واش زعما وي. واش نعم. عندك شي حاجة، شي برهان على هاد الهضرة اللي كتقول، ولا غير راه تنظن الا سمعتي الدردشات ديالي راه تنعطي شي حاجه، ما يمكنش انا تنقول على الشعارات. تفضل دابا عطينا شي حاجة. اذا ما سمعتيش الدردشه غير اسمع. قلتي لا هادو، كناخذ غير أفكار بحال هكا نشوفوا. قلتي هادو ولد الحرام هذا ما عندوش مع الاسلام ومشيتي في لا لا حالك كاع ما سمعتي الدردشه. قضية ما نصدقش. انا تيبان لي اوكي. الاسلام بالنسبه لي نعم كرم المراه، يعني ماشي كرمها بتفخيم الراء بترقيق الراء، كرم المراه. و اش من المسائل كيفاش؟ اش من المسائل كرمها؟ الاسلام تيكرم المراه من الطفوله ديالها، يعني من البدايه، يعني من نهار تتولد البنت وهي مكرمه. علاش؟ لان المهم بلا ما نهضروا على مسائل اللي ربما ديال الديتاي اللي يعني هامشيه ماشي مهمه بزاف، شحال تذبحها على ولدك وشحال تذبحها على بنتك في العقيقه وداك الشيء، ما نهضروش على هادشي، ما تيهمناش. اللي تيهمني انا اكثر هو ان المراه ممكن تتزوج وهي طفله صغيره. يعني نكاح الصغيره راه من اكبر الاهانات للمراه، ان وحده صغيره طفله صغيره مازال ما بلغاتش انها تتزوج، ان باها يجوجها بزز منها. علاش بزز منها؟ وي عندك نعم. غلطي في هاد القضيه، بزز منها. كيفاش؟ هاد القضيه تاعت بزز منها راه ما كايناش. لا كاينه. اش من حديث منين جبتي هاد الهضره؟ انت اولا بعدا بالسؤال باش ما يوقعش ليا بحال واحد هضرت معاه البارح، انت من اهل السنه والجماعه؟ اييه. صافي مزيان احتكموا الكتاب، الله قال الله وقال الرسول. مزيان. يعني انت من اهل السنه والجماعه؟ سني. نعم، تؤمن بالقران والسنه والفقه وداك الشيء ياك؟ صافي مزيان. يعني الشريعه الاسلاميه انت ما عندكش معها مشكل؟ علاش يكون معايا عندها مشكل؟ لا غير تنسولك باش من نهضروا ما لا. تبقاش ترجع في هضرتك، فهمتيني؟ يعني انت تتامن بالشريعه الاسلاميه، تتامن بالضوابط ديال الشريعه الاسلاميه، تتامن بالفقه الاسلامي كيفاش تستنبط الاحكام، وهذه المسائل هذه كلها تتامن بها. ما عنديش انا شي علم شرعي، انا غير مجرد تلميذ لطلبة علم وصافي. ما قضية زعما قاري شي كتوبة ولا شي حاجة بحال هكا ويكون عندي شي علم شرعي باش نرد عليك، مجرد دردشة وصافي، ماشي مناظرة كاع. لا حنا ما دايرين لا مناظره لا والو. انا غير على آه. حساب يعني داكشي اللي كتبتي ليا، ربما اول رسائل اللي كتبتي ليا صحابني شي واحد يعني اللي عنده علم شرعي صافي. وراه عندي علم شرعي. حقرتيني. لا وانت قلتي دابا ما عندكش، واش تكذب عليا؟ عندك ولا ما عندكش؟ يعني خاصك تكون صادق معايا باش نقدروا نهضروا. الو. وي كنسمعك. ودابا عندك علم شرعي ولا ما عندكش؟ شوية. اوكي ماشي يلا مشكل. قول لي هذاك النص الحديث اللي تيقول لك ان اوبليجي ان البنت تتزوج وان غير واحد النقطه، راه ماشي راه ماشي تنسولك باغي زعما نتحداك، راه ماشي هذا هو الهدف السؤال ديالي. لان الا عندك علم شرعي غادي نعطيك الجواب سريع، لان انت عارف، فهمتي؟ الا ما عندكش علم شرعي ولا عندك غير شويه، خصني نمشي معاك دقه دقه، فهمتي؟
باش تفهم. اه هذا هو الهدف السؤال ديالي، ماشي الهدف السؤال ديالي انني نتحداك ولا نبغي نبان عليك ولا شي حاجه، نو ابدا لا يهمني انا هذه المساله هذه. واصلا العلم الشرعي انا ما تيبانش ليا شي حاجه يقدر يفتخر بها الانسان. العلم الشرعي راه حفظ النصوص والتخربيق، ماشي شي حاجه مهمه زعما في الحياه. الان في مساله النكاح الصغيره، النكاح الصغيره ما عمرك سمعتي به انت؟ كيفاش نكاح الصغيره؟ واش تزويج الصغيره ولا اغتصاب الصغيره؟ هذا النكاح لا ما هذا تهضروش على الاغتصاب. الاغتصاب ما كاينش في إيوا الاسلام شي قول حاجه سميتها الزويج. اغتصاب. الاغتصاب ما كاينش في الاسلام، ما تيهضروش عليه كاع. تنتكلم على واش تقول نكاح نكاح الصغيره؟ نكاح الصغيره هي خاصك تعرف واحد القضيه. نعم. شوف، خاصك تعرف واحد القضيه، بلي الزواج ما مرهونش بواحد لاج بحال هكا، مرهون بقضيه النضج. يعني الا مثلا نزلتي انت كاع لتازال شي نواحي تماك، غتلقاهم قبل مثلا داك الجيل اللي فات، غتلقاهم تيتزوجوا على 13 عام، غتلقاهم على 14 عام. يعني راه ما دابا 18 ولا 25 ولا 30، فهمتي؟ الزواج ما محددش بواحد لاج، المهم انا محدد هو باش من بالنضج نتاع ديك المراه. وثانيا خاص لاكسيبتاسيون ديال هذيك البنت، فهمتي؟ غير باش ما ماشي نتشعبوش، غير باش ما نتشعبوش ونمشيو لشي حوايج اللي ماشي مهمين لا ليا لا ليك نتايا. حنا دابا الا هضرنا في الاسلاميات غادي نهضروا على الشريعه الاسلاميه، ما غاديش نهضروا على المغرب شنو فيه، واحد القريه شنو فيها، الجابون، السويد، ما تيهمناش. راه هادشي اللي كاين. حنا تيهمنا كاين شي حديث دابا، شوف واش كاين شي حديث دابا تيقول لك باللي هاد السن خاصو تزوج عليه، اوبليجي على ديك البنت انها تتزوج؟ ما كاينش. لا غير وما بلاتي، كاينش هاد غير القضيه تاع بلاتي. اجبار الصغيره وكذا، ما كاين كاين كاع شي. هادشي كامل كاين، انا غنثبته شي لك. حديث، عطيني شي حديث. وبلاتي يا صاحبي خلينا غير نأطروا باش ما نتشعبوش. المساله ديال القريه ولا المغرب تازا الجابون، هذه مساله ما خصناش نهضروا عليها اصلا، لان غادي غير تعطلنا وغادي اعرف. حنا تنهضروا على الشريعه الاسلاميه، القانون الاسلامي، الدستور الاسلامي. اوكي شنو فيه صافي. اما شنو تيديروا الناس ما تيهمناش. المغرب ما تيطبق الشريعه الاسلاميه ما تيهمناش، حنا تيهمنا شنو كاين في الشريعه الاسلاميه. لان انا مشكلتي، المشكله ديالي انا هي مع الشريعه الاسلاميه، ماشي مع المغرب ولا شي بلاد تطبق ولا ما تطبق الشريعه الاسلاميه. يعني عندي مشكل مع الاسلام. اوكي طيب، زواج الصغيره في الاسلام او نكاح الصغيره ولا زواج الصغيره راه مترادفين. راه من تقول نكاح الصغيره راه هو زواج الصغيره، راه بحال ماشي نكاح الصغيره زعما السكس. نكاح الصغيره زواج الصغيره راه بحال النكاح بمعنى الزواج. اوكي فزواج الصغيره ثابت يعني من الاشياء ربما في الفقه الاسلامي اللي يعني فيها واحد الثبوت وواحد الاجماع رهيب. يعني واحد الاشياء اللي صافي مدصه مزيان، داير لها قال الدص الله وكلشي وقال الرسول، ما فيها تقولش كل شيء. اجماع. خليني نشرح لك دابا واعطيني شويه الوقت. اولا الاسلام فعلا ما حددش السن ديال الزواج، ما كاينش شي سن ديال الزواج محدد، ما غاديش تلقاه. يعني السن زواج معين ما غاديش تلقاه. اوكي الان كما قلت لك مثبت بالقران والسنه والاجماع. هذه المساله ديال زواج الصغيره مثبوته بثلاثه. اولا سوره الطلاق الايه 4 في القران تتبين زواج الصغيره التي لم تبلغ بعد. سوره الطلاق الايه 4، الا سمعتي الدردشات ديالي راه تنهضر عليها بزاف. سوره الطلاق الايه 4: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. اللائي لم يحضن هما الصغار اللي ما بلغوش سن الحيض. وعلاش قلتي الصغار لم يبلغوا سن الحيض وما قلناش باللي هذاك اللائي لم يحضن غيكون جاي من شي مرض؟ وهذا المرض راه تثبت علميا، ممكن تقلب عليه في جوجل، انقطاع الطامات ولا انقطاع الحيض. هذيك غادي تولي يئسن من المحيض ولا تولي لا يحضن، ماشي لم يحضن. لم يحضن بعد. ولكن بلاتي باش نرجعك للشريعه الاسلاميه. من تنكونوا حنا جاوبني دابا. لا بلاتي وما نجاوبكش على شي حاجه لا علاقه لها بالشريعه الاسلاميه، خليني نشرح لك. من تنكونوا تنهضروا على الشريعه الاسلاميه، اوكي تنهضروا على الشريعه الاسلاميه، شنو هما الضوابط ديال النقاش ديالنا؟ الشريعه الاسلاميه ولا خارج الشريعه الاسلاميه؟ خصنا نضبطوا. قال الرسول. مزيان، انا متفق معاك. قال الله قال الرسول، انا متفق معاك. ولكن اللي غادي يضبط لينا الهضره ديالنا هو الشريعه الاسلاميه. ما يمكنش نجيبوا شي حاجه خارج الشريعه الاسلاميه. حنا من تنهضروا على القران، وهذه الايه كاينه في القران ياك، هذه الايه التفسير ديالها منين غادي نجيبوه؟ تفسير الايه منين غادي نجيبوه؟ منين جابوه الفقهاء اللي اجمعوا على زواج الصغيره؟ منين تيجي التفسير ديال القران؟ شكون اللي تيفسر لنا القران؟
واش جوجل، الرسول واش صلى الله عليه يوتيوب، وسلم. واش المنتديات اللي تيفسروا لنا القرآن، ولا التفاسير المعتمدة؟ ياك انت من اهل السنة والجماعة. ابن عباس وابن كثير وابن. جميل. اذا ابن كثير، المهم ابن عباس راه هو طبعا ترجمان القرآن. اذا ابن كثير تعطينا الاقوال ديال ابن عباس، الطبري تعطينا الاقوال ديال الصحابة، التفسير ديال وهذوك الآية. كل شيء المفسرين تيقول لك لا لم يحضن هن الصغار اللي ما بلغوش سن الحيض كله. وكاينه شي قلتي لي هاد الايه، ولكن واش كاينه شي ايه كتقول لك بلي اوبليجي عليك انك تتزوج؟ هذاك راه مخير. لا بلاتي، تيقول قال بلاتي رسول الله لا ضرر ولا ضرار. انا وبلاتي. ها انت دابا دخلتي في موضوع اخر. خصنا لا، نتفقوا. ما انا مازال حنا دابا في هذا الشيء تاع الزواج الصغير. علاش بغيت نخرج؟ لا غير باش قبل ما ننقزوا النقطه ديال الارغام ديالها ولا الاجبار ديالها، خصنا ما كاينش هاد القضيه الارغام والاجبار، الله يهديك. ما سمعتيش الجمله ديالي حتى الاخر. قلت لك قبل ما ندخلوا المساله ديال الارغام ولا الاجبار، خصني نتفق انا وياك على واحد الحاجه، هي ان زواج الصغيره كاين في الاسلام. الا اتفقتي معايا غادي نمشي معاك دابا النقطه الثانيه. الو، وكنسمعك. يعني متفق معايا كاين زواج الصغيره في الاسلام؟ لا، ما نتفقش معك. انا قلت لك انا الحجه ديالتي ولا الى لم يحضن، يعني دوك النساء اللي مرض بواحد المرض ما تيخرجش الحيض ديالهم ولا شي حاجه يعني بحال دابا انت هكا. تتفسر يعني القران براسك. ما استنفس القران براسي. ايوا شكون اللي خاصك فسر هذا تعرف التفسير هذا؟ الحرفيه. اي ولكن شكون اللي واش انت القران من ما تتفهمش شي ايه تتفسرها لراسك؟ لا، ايوا منين جبتي لنا التفسير هذا ديال المرضات وداك الشيء؟ منين جبتيه؟ انا القضيه انا قلبت عليها زعما ماشي. اي ولكن اين تفسير جبتيها؟ منين تفسير؟ شنو سميت المفسر اللي فسر هذا التفسير هذا؟ شكون الصحابي اللي قال بهذا التفسير هذا؟ حتى واحد. ايوا كيفاش زعما دابا تتحاول تدافع على شي حاجه وانت خاسر فيها منذ البدايه؟ ما يمكنش. راه الناس راه ماشي جاوا اجمعوا على زواج الصغيره في الاسلام، راه ماشي جاوا اجمعوا عليه من فراغ. راه حيت كل شيء في هذا الاتجاه، القرآن، السنة، عمل الصحابة، عمل التابعين، راه كل شيء غادي في نفس الاتجاه، هو زواج الصغيرة في الإسلام. راه ما يمكنش تجي تحيدو بتفسير من وقبل راسك. كان زواج الصغيره قبل ما يجي الاسلام. نعم، كان وفين زواج المشكل؟ الصغيرة قبل الإسلام، وي. وفين كاين المشكل؟ كيفاش فين كاين يعني راه المشكل؟ داك الشيء متعلق بالاعراف، يعني ديك لا ما القبيله متعلقش بالأعراف. زواج كتزوج. الصغيرة في الإسلام راه كاين في الشريعة الإسلامية، راه ما متعلقش بزمان ومكان. ما متعلقش الشريعة الإسلامية، ما متعلقاش بالأعراف. الشريعة الإسلامية هي دستور لا، ديال الناس إلى يوم القيامة. من كنقول غير لك انا على هذا الباب نتاع زواج الصغيره. ما كاينش هذه الهضره اللي قلتي ديال انها متعلقه بالاعراف. شنو تيعني هذا؟ زعما عندها علاقه بزمن معين ومكان بقى معين؟ داك الشيء فاش مازال ما جبتي لي شي ايه زعما كتقول لك انك خاصك تزوج هذه صغيره. يعني مثلا في قضيه الخمر وكذا، حرم الله الخمر، لا تشربوا ولا تقربوا مثلا الزنا، ولا تقربوا الزنا. كاين هنا تحريم. بحال هكا اعطيني شي حاجه تاع مثلا هادشي تاع زواج الصغيره، وجوب تزويج البنات الصغار، ما ولكن راه كاينش. الصغيره راه ماشي حاجه حرام ولا شي حاجه، راه حاجه مباحه، ما فيهاش تحريم، راها مباحه. كيفاش؟ كاين الفرق بين مباحه وبين اوبليجي عليك انك تزوج. وحنا ما تنهضروش على اوبليجي. كيفاش اوبليجي؟ ما فهم راه ما تفاهمناش. انا باغي نأصل معاك النقطه الاولى، واش مباح زواج الصغيره في الاسلام وي او نو؟ من هنا ندوزو للنقط الاخرين. القضيه انا ما نقلب عليها. ما عندك حتى شي اختيار اخر. حيت الا قلتي لا راك تتكذب الله والرسول والصحابه والعلماء والاجماع وكل شيء. راه ما يمكنش. من غير الا بغيتي تصنع شي اسلام ديالك بوحدك ما تيامن به حتى شي واحد غير انت، هادي نقول لك اوكي. ولكن الا كنتي من اهل السنه والجماعه راه بزز منك تقبل داكشي اللي عندك. زواج الصغيره. غادير شي اضافه ولا نكمل؟
سير على الله. جعلنا الويفي. كتسمعني؟ اسمح لي واحد 30 سكوند بلاتي. الوليدات بغاو شي حاجه. سير. اوكي صديق اسمح لي. شي اوكي مشكل. انا شوف، الا عندك مشكل مع، او ماشي عندك مشكل، الا عندك مثلا واحد شويه ديال ما عندكش معلومات بزاف في مساله الزواج الصغيره، نقدروا ندوزوا لشي حاجه اخرى. انا ما عنديش مشكل باش ما نبقاش انا ندير مونولوج يعني ونستحوذ على الوقت وداك الشيء. بغيتي ندوزوا لشي حاجه اخرى وتتقلب على زواج الصغيره، ما عندي حتى شي اشكال. ان شاء الله. واحد الحديث كنتي كنتي ديجا قلتيه، هنا حادث. نتاع قاتلوا الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. نعم. قلتي بلي ان الرسول ارهابي، كيدعو للعنف، كيدعو. انا ما قلتش، ما عمري ياك قلت الرسول ارهابي، ولكن راه الاسلام دين ارهاب. نعم. ما عليناش. فهمتي بعد الحديث؟ فهمت الحديث. نعم. وصلتي على، خديتي على هواك انت دابا، فهمتي؟ لا خاصك انا ما تعرف واحد تناخذ حتى شي القضيه. حاجه، انا ما تناخذ حتى شي حاجه في الاسلام. هذه بعدا نساها من عندي. انا ما عمري تناخذ شي حاجه من الاسلام بالراي ديالي. انا اكثر واحد متشبت بالمراجع الاسلاميه المعتمده هو انا، اكثر من المسلمين. اصلا يعني مين كنت مسلم كانت في هذه القضيه هذه، وثانيا دابا بخصوصا انني ماشي مسلم، امبوسيبل مم. نقول شي حاجه اللي هي يعني ما عندهاش علاقه بالاسلام ولا المراجع الاسلاميه ونحط راسي في واحد الموقف يعني ندم عليه. علاش؟ الاسلام كافي، يعني المعلومات اللي في الاسلام كافيه لاي واحد تيبحث على الحقيقه انه يعرف بان هذا الدين هذا بحال واحد مصطفى الدين ماشي. محمود. كيف؟ بحال مصطفى محمود دوز واحد 30 عام تاع الشك والالحاد، هو دابا راه عنده كتب في العلم والايمان، في مع شغلوا صديق هذاك. الملحد. شغلوا هذاك. انا ما تيهمنيش يعني واحد الحاد امن ولا بوذي ولا مسيحي ولا مسلم، ما تيهمنيش انا. يعني كل واحد وشغلوا هذاك. متفق معك في هادي، ولكن الواحد خاصو يعرف فين تيمشي. هو كل واحد والقناعات ديالو. يعني كاينه احنا هادي. كلنا لي برودوي ديال الجينات ديالنا ديال البيئه ديالنا. يعني ما آه. راه يقدر شي واحد يعيش نفس التجربه ديالي، يعيش نفس البيئه ديالي، يعيش تماما الاشياء كما عشتها انا، ويتخذ موقف اخر في الحياه مختلف عليا انا تماما. راه ما تيعنيش هذا بان اي واحد مم. مر بنفس التجربه راه غادي يكون عنده نفس القناعات ولا غادي يخرج بنفس القناعات. لا. فين خلينا في ذاك الحديث ياك؟ وي. نتاع قاتلوا الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. امرت كاينين اللي خداو هذا الحديث. امرت ان امرت. اقاتل الناس. نعم. امرت ان اقاتل الناس. كاينين اللي خداو هذا الحديث بحال داعش، او ما تيقتلوا في عباد الله. اول حاجه خاصك تعرفها باللي اقاتل، الفرق بين اقاتل واقتل. ماله. حيت اقاتل، قلب عليها في جوجل. اقاتل جات من المقاتله، من المعركه، يعني كاينه واحد الجيش متربص بيا فهمتي، كاينه واحد المعركه. يعني دابا الا لقينا وأن... في القران قاتلوا راه ماشي بمعنى ديال قتلوا. لا، ماشي بالمعنى ديالها. ودابا الله ممكن تيقول تقلب عليها في المعجم العربي. لا انا عارف هذا الشيء هذا بلا ما نقلب عليه. إيه. دابا انت في القران من تنلقاو قاتلوا ما تتعنيش قتلوا. لا، يعني كاينه واحد المعركه، يعني كاين واحد العدو متربص بيا. اوكي ماشي صافي، متربص بيا بهذه متفق معك. الفكره. ولا لقينا في القران قتلوا، شنو تتعني؟ اقتلوا يعني اقتلوا. كاينه شي ايه بحال هذه القضيه. فاذا انسلخ جيب لي. الاشهر الحرم فقتلوا آه. المشركين حيث وجدتموهم. سوره التوبه. اذا انسلخ الاشهر الحرم. فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. هيا نجبد لك القران، هيا عندي. فين هو ذاك القران؟ ديما تيتغبر، خصني نقيه شويه. هذا القران هذا كان ديال الشهداء.
الناس اللي كانوا وصل عندي انا ماتوا جوج ديال الناس كان ديالهم وانا وصل ليا وانا ما تاع ماتش. الردة ولا شنو؟ ماتوا بالردة ولا شنو؟ ناس ماتوا في البوسنه. اوكي ياك السوفيات. اش من سوفيات البوسنه والهرسك فإذا اصاحبي. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم نعم وخذوهم ياك واحصروهم. نعم عدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم ان الله غفور سبيلهم رحيم. الله اذا غفور عندك رحيم. النهايه هذه الايه هذه تتسمى عند العلماء انها ايه السيف. وكاين كذلك الايه ديال قاتلوا ديال اهل الكتاب الايه 29 يمكن ولكن قاتلوا. خاصك نعم ترجع آية 29 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الآيات كثيرة ولكن هذه الآيات هذه تسمى آيات السيف اللي تيقولوا فيها كيفاش العلماء. آية السيف؟ آيات السيف تيقولوا فيها العلماء أنها هذه الآيات هذه نسخت كل الآيات المكية اللي كان فيها الصفح والكف عن الكفار. فهذه الآية السيف هي آيات ديال جهاد الطلب أنك تطلب الكافر في عقر داره. يعني ما بقاتش ديك القضية ديال ما تقاتلش ولا قاتل غير الناس اللي تيقاتلوك. فهمتي؟ هادو كان داك شنو الفرق بين الجهاد والقتال؟ ودابا خصنا نبقاو نشرحوا المصطلحات. راه أنا ما يعني عرفتش. تتهضر انت دابا تتهضر لغة واصطلاحا ولا شنو؟ راه الجهاد لغة هو بمعنى جاي من الجهد من الطاقة يعني بدل الطاقة بدل الجهد. نعم هذا لغة. ولكن اصطلاحا راه عنده مجموعة ديال الأقسام من بين هذه الأقسام هذه الجهاد القتالي وهذا هو أكبر نوع فيه لأنه تيتقسم لمجموعة الجهاد القتالي. نعم وراه الجهاد القتالي اللي فيه مشكل في الإسلام راه ماشي جهاد ديال مثلا جهاد النفس ولا جهاد هذا ما فيش شي مشكل. واخا جهاد النفس راه هو نوع كذلك من الجهاد القتالي. شوف الجهاد القتالي عنده وقته، عنده احكام، عنده شروط، عنده اعطيني الشروط والاحكام ديالو تفضل. وي الاحكام ديالو انه مثلا جهاد الدفع هو راه فرض عين. ما تنهضرش على جهاد الدفع. جهاد الطلب جهاد فرض كفايه. ايوه فرض كفايه يعني اذا قام به البعض سقط عن الاخر. وهذا الجهاد الطلب بلاتي يعني وإلا ما قام به حتى شي واحد معليش ما كيفاش بغيت نشرحها لك. لا إثم عليه بالعكس. لا كاينه واحد الايه لا يستوي منكم القاعدون درجه شي حاجه بحال هكا. ما عندهاش علاقه هذه ما عندهاش علاقه لان هذوك راه كاين راك بلاتي يا صاحبي راك تتخلط. هاد الايه اللي قلتي دابا ما عندهاش علاقه بالفرض الكفايه الا ما داروا حتى شي واحد لان هذوك القاعدون ولا اللي تيكون مريض ولا عنده شي مشكله انه ما تيجاهدش هذا راه ماشي مشكل لان البعض قام بالعمل البعض قام بالفرض. اوكي ولكن حنا تنهضروا دابا على الا ما قام به حتى شي واحد شنو الحكم ديالو شنو المشكله شنو تيترتب عليه. الا عندنا واحد الدوله اسلاميه وما قام حتى شي واحد بجهاد الطالب شنو القضيه شنو غيديروا هذا الجهاد الطالب كيفاش فين غيديروا هذا الجهاد الطالب كيفاش غادي يديروا ليه فين غيديروه اي دوله غيديروه ايوا اي الاقرب فالاقرب شنو هو المشكل حداك واحد الدوله مجاوره كافره دير جهاد الطالب لا ايوا راه خاصك تنشر الاسلام. الاسلام عمره ما كيتنشر بالسيف ولا ايوا شنو هو جهاد الطالب الا كان الاسلام ما تينتشرش بالسيف شنو هو جهاد الطالب تمشيو نلعبوا معاهم كره ونرجعوا لا ايوا شنو هو جهاد الطالب اشرح لي شنو هو جهاد الطالب. اصلا ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه يعني ما تمشي عندهم بالسيف وتقول لهم ادعو الى ربك وجادلهم بالتي هي احسن. هذه ايه مكيه وهذه في الاول مكه اصلا ما كان فيها كاع الايات ديال السيف والايات الجهاد. يعني انت تجيب من المراحل الاولى ديال الاسلام اللي كانوا فيها المسلمين مستضعفين ما كان عندهم حتى قوه والله ما نزل عليهم حتى شي ايه يقول لهم تجاهدوا فيها لانهم مطحطحين. هذه الايات لا يؤخذ بها هذه ايات كلها منسوخه.
او حتى الا ما قلتيش منسوخه، هذه هي اللي تيستعملوها المسلمين من تيكونوا ضعاف. حنا دابا ما تنهضروش على المسلمين ضعاف، تنهضروا على عندنا واحد الدوله اسلاميه وخاصها تقوم بالواجب ديالها اللي هو فرض كفايه وهو جهاد الطلب. اوكي، ف الى ما دارتش هي هذا الفرض هذا، شنو تيوقع؟ يأثم الجميع. الفرض الكفايه الى ما قامش به البعض، الى ما قام به حتى شي واحد، يأثم الجميع. هذا هو فرض كفايه، ماشي الا ما قام به حتى شي واحد صافي الدنيا هانيه، راه ما بقاش فرض. الا كانت الدنيا هانيه راه ما بقاش فرض، ولكن بما انه فرض كفايه خاص البعض يقوم به، والا ما قاموش به يأتم الجميع. ولكن الا جيتي تشوف دابا في الواقع، مثلا في الاسلام فاش كيتنشر في اوروبا ولا في السويد في الدنمارك في امريكان، ما كيتنشرش بالسيف. وانت رجعتي دابا للواقع وانا سنهضر معك في الشريعه الاسلاميه. انا سنهضر معك في الشريعه الاسلاميه شنو فيها، ما تهضرش لك دابا على الواقع. الواقع ديالنا اليوم المسلمين مطحطحين، المسلمين مستضعفين اليوم. انا ما تهضرش لك على دابا مستضعفين اليوم. شنو هو الخطر ديال الاسلام؟ طبعا مستضعفين، ما عندهمش القوه. واش المسلمين عندهم امبراطوريه قادرين انهم يحتلوا البلدان؟ ما قادرينش. راه ما بقاتش في 2 المليار الناس، ولا المهم مليار 300 مليون ولا مليار و500 مليون، راه ما بقاتش في العدد. واش القوه الامريكانيه هي القوه ديال المسلمين مثلا؟ لا، المسلمين كتار ولكن مستضعفين، ما عندهمش القوه، ما عندهمش القدره. الا رجعتي شويه اللور غادي تلقى الامبراطوريه العثمانيه. تتعرف الامبراطوريه العثمانيه؟ الامبراطوريه العثمانيه كان عندها القوه. شنو دارت الامبراطوريه العثمانيه من كان عندها القوه وكانت غالبه على الاخرين؟ شنو دارت؟ ما نعرف. توسعات. احتلوا البلدان. وهذا الشيء اللي داروا المسلمين من البدايه. ديما الاسلام من تيكون قوي تيحتل البلدان. اجاب المسلمين اللي عندنا المغرب، اجاب القريشيين اللي عندنا المغرب. شنو اللي جابهم؟ اجداهم للاندلس. يعني شنو واش الاندلس حاربت مكه؟ واش اسبانيا حاربت مكه؟ صيفطات لهم ميسي ورونالدو يضربوا الكعبه؟ اجداهم للاندلس. هذا سميتو جهاد الطلب. انت تتمشي تدخل الاسلام، تدخله تيولي هو تيحكم. هذا هو جهاد الطلب. الا كانت الى الاسلام ولات عنده القوه، وهذا هو هذه الخطوره الاسلام. البوتنسيال هو المشكل. راه المسلمين عارفين هم انهم مستضعفين اليوم، ولكن الخطوره الاسلام هي شنو؟ هو ان من تكون دوله اسلاميه غادي تطبق هذه المسائل اللي قلنا كاينه في الشريعه الاسلاميه، لان هذا هو الهدف ديال الجهاد الاسلامي الاسمى، هو ان تكون الارض لله، الدين يكون ديال الله، الارض تكون ديال الله، جميع البلاد العالم تكون تحت رايه الاسلام. هذا هو الهدف ديال الاسلام، هذا هو الهدف ديال الجهاد. الهدف اسمع ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. يعني راه داك الشيء اصلا الاختلاف سنه الهيه. لا، شكون اللي قال لك؟ تقولي ما فهمتينيش. من تنقول لك حكم الاسلام؟ نو بلاتي راه حيت ما فهمتينيش وبنيتي الهضره ديالك على مساله غلطه، على انك ما فهمتينيش. خصني نصحح. من تنقول ان الارض يحكمها الاسلام، شنو تنعني انا؟ راه ما تنعنيش ان الناس كلهم يكونوا مسلمين. واش هادشي اللي قلت انا؟ لا. شنو تتعني الارض تكون ديال الاسلام؟ لان كاين جوج انواع ديال الارض، كاينه ارض اسلام وارض حرب. شي معروف في الشريعه الاسلاميه، راه معروف هذا الشيء هذا في الفقه الاسلامي. ارض حرب وارض اسلام. ارض حرب وارض اسلام، يعني ارض الاسلام راه صافي مزيان، وارض الحرب خصنا نحاربوا تيدخل لها الاسلام. يعني ارض حرب وارض اسلام، ما كاين حتى شي نوع اخر ديال الاراضي. يعني الكره الارضيه مقسومه على جوج، ارض اسلام وارض حرب. ملي كتجيب هذا الشيء، وهذا هو الفقه الاسلامي. فقه التسميه فقه اسلامي، ما جبتي لنا لا حديث حد الساعه ما عطيتيني حتى ايه، ما عطيتيني حديث. وانا عطيتك ايه السيف. شنو بغيتيني نعطيك؟ شنو اللي تتقبل باش نعطيه لك؟ قول لي شنو تتقبل ونعطيه لك. بغيتي نعطيك اقوال العلماء الفقهاء؟ عطيتك جهاد الطلب اللي قلتي لي. ها هو جهاد الطلب. فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا. كيفاش؟ فاذا انسلخ الاشهر الحرم، يعني كانوا داروا واحد كانوا دايرين واحد بحال قلتي كونطرا. يعني راه العهود تنبذات صافي، نبذت العهود نبذت سالينا. شنو بغيتي تزيد؟ فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين. هذو المشركين واهل الكتاب قاتلوهم حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. هذه هي النهايه الاسلام.
هو أن المشرك يقتل أو يدخل الإسلام، وأهل الكتاب يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون أو يقتلون أو الإسلام. 3 لي زوبسيون. هذا هو الإسلام. 3 لي زوبسيون، يا إما القتل يا إما الإسلام يا إما القتل يا إما الجزية يا إما القتل. هذا بالنسبة لأهل الكتاب والمجوس. غيرهم المشركين القتل والإسلام. هذا قول الجمهور في هذه المسألة هذه ديال الجزية. فالإسلام واضح في الأمور ديالو. بغيتيني نعطيك أقوال الفقهاء نعطيها لك، ما عندي حتى شي مشكل أنا. يعني غير طلب ونعطيك. شنو بغيت قول لي غير اللي تتثق به نعطيك انا، ما عندي حتى شي مشكل. ها هما موجودين. المسائل هذه راه تنهضر فيها بزاف، يعني ماشي اول مره غادي نهضر فيها. بغيتي تعرف مراحل تدرج الجهاد القتالي، عندك زاد المعاد ديال ابن تيميه ديال ابن القيم، عندك كتاب الفروسيه ديال ابن القيم تيشرح فيه بالتفصيل تدريج ديال تميل. شنو قلت لك حتى تميل لا انا ما تنملش من هذا الشيء هذا. الكره كاع الاسلام. انا تنكره الاسلام وي، لان الاسلام لا انساني لا اخلاقي همجي دموي. كيفاش انا نبغي واحد الايديولوجيه تتسمح بنكاح الاطفال؟ كيفاش انا غادي نبغي واحد الايديولوجيه تقتل المرتد؟ كيفاش انا تتسمح بنكاح الصغيره؟ نعم تتسمح به بنكاح الصغيره، ما فيها حتى شي مشكل. مثلا شوف باش نساليو نكاح الصغيره انا نعطيك الاجماع ديريكت وسير قلب عليه. اجمع العلماء هذه راه ابن قدامه. المهم كنتي عندك علم الشرعيه نقول لك ابن قدامه غادي تعرفوا غادي تسال المشكل، ولكن ما تتعرفوش انت نقول لك شنو قال ابن قدامه في المغني. قال بصريح العباره: اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم ان للاب تزويج ابنته البكرة الصغيرة مع كراهيتها وامتناعها. يعني بزز، يعني بنت صغيرة تكون عندها 6 سنين 5 سنين 4 سنين، واخا كاع نفرضوا بانها فاهمه بعدا شنو واقع وتبدا ترطى وتغوت وتبكي، بزز منها يجوجها في الاسلام. وهذا اجماع العلماء. هذا الاجماع اللي نقلوا ابن حجر في فتح الباري على ابن بطال، ان اجمعوا على انها تزوج ولو كانت في المهد. يعني عندك الحق تزوج بنتك نهار تولد، ما كاين حتى شي مشكل. منين جابوا ما هاد الهضره هذه؟ جابوها من السماء؟ ما جابوهاش من السماء. صحابي مع الرسول سميتو قدامة بن مضعون تزوج بنت الزبير، والزبير راه معروف صحابي جليل، تزوج بنته نهار تولدت. راه ماشي جابوا هذا الشيء من السماء. الرسول براسو تزوج عائشه بنت 6 سنين. سيده عندها 6 سنين كانت تتلعب في الزيطه وزوجوها للرسول، ودخلت عنده والمونيكات ديالها معها، يعني زفت اليه ولعبها معها. كيفاش انا باغي نحب انا هذا زفت اليه؟ واش قاري انت بعد السيره ولا تقول هذه الهضره؟ السيره راه بعدا ما خاصكش كاع تقول السيره، لان السيره غير ملزمه. السيره فيها الصحيح والخطا. خاصك تقول لي واش قاري الحديث واش قاري ما تجيب لا صحيح لا خطا. ايوا خاصك تقول لي جيب الحديث، انا تنجيب لك الاحاديث الصحيحه، لان السيره فيها الخطا والصحيح. السيره لا يؤخذ فيها في الاستنباط. يعني ما كانش خصك كاع تجيب السيره على لسانك، لان ما حنا تنتعلموا الاسلام ماشي من السيره. تتعلم الاسلام من القران والسنه والفقه، ما تجيبش من السيره. الاسلام تعلموا من السيره. حكايات كثيره في السيره غلطه، ماشي صحيحه، روايات غلطه. حديث مسلم صحيح مسلم زفت إليه ولعبها معها. مسلم حديث ديالو في الحديث في صحيح مسلم، ماشي هضرتي أنا. حديث الأرجوحة السيدة كانت تتزيد، جات عندها امها هزاتها، مشاو غسلوا لها صوبوها عطاوها. حديث ديال القتاء ديال القتاء والتمر. عائشة من بغاو يجوجوها للرسول كانت رقيقة خفيفة يعني معظمة فسمنوها. وعائشة هذا حديث ديال عائشة، الراوي هو عائشة، هي اللي تتروي الحديث على نفسها. قالت لك بداو تيوكلوني ما صدقت حتى شي حاجة، تجابوا القتاء والتمر الخيار، وكلوها الخيار والتمر فسمنت أحسن سمنات غلاضت. فهاد الأحاديث هذه راه صحيحة عندك. أنا تنقول لك هذاك الشيء اللي عندك، ما تنجيبش شي حاجة من عندي أنا.
تفضل. شنو تدير صديقي؟ والو كنسمعك. قول لي علاش تتقلب في جوجل ونعاونك. ما كنقلبش. ايوا راك تدير بوز طويله ما يمكنش، صمت رهيب. كنسمعك، نستافدوا من العلم ديالكم. لا راه بحال تدير شي حاجه اخرى. والو مكونيكتي. واش قول لي علاش تتقلب، انا نقول لك فين تلقاه. كنقلب على والو، علاش غنقلب؟ واش شفتك بحال اللي ما مركزش معايا. راني مركز. في هذه المساله تاع الزواج الصغير. شنو الحاجه اللي سمنات عائشه؟ شنو عطاو لعائشه باش سمنت؟ القضيه تاع كيفاش اننا نستنبطوا واحد الحكم مثلا في مساله دنيويه وكذا. ما نظن زعما ان كيفاش بغيت نقولها. مساله الزواج وكذا، مالو الزواج الصغير. وي مادام ما كاينش زعما شي حديث بحال هكا تيقول لك اوبليجي ولا بحال هكا خاصك. شكون لك علاش تجبد انت اوبليجي؟ زعما راه شي حاجه مهمه زعما اوبليجي. ما فهمتش انا شنو تعني اوبليجي. نفرضوا احنا عندنا واحد، لا ما كاينش شي حاجه سميتها ضروري، ما تعنيش هذا انها زوينه. نفرضوا انك انت مثلا مشيتي لامريكا الشماليه، مشيتي للولايات المتحده الامريكيه مثلا في القرن التاسع عشر. نفرضوا مشيتي لامريكا الولايات المتحده الامريكيه في القرن الثامن عشر ولا التاسع عشر. مشيتي والقانون ما تيسمح لك، ما كاين حتى شي مشكل انك تقتل شي واحد كحل. اوكي، كاين حتى شي مشكل، قتلتي واحد كحل با بروبليم، ما عندك حتى شي مشكل. واش حيت القانون ما تيفرضش عليك تقتل واحد كحل اذا القانون زوين؟ راه ما تعنيش بان القانون زوين الا تيسمح لك تقتل واحد اخر. راه بحال هادشي اللي تقول لي انت دابا، بحال اللي تبغي تقول لي بان راه القانون الاسلامي زوين حيت ما تيفرضش عليك تزوج الصغيره، ولكن الا تزوجتي الصغيره ماشي مشكل. راه هي راه مشكل راه ما تيفرضش عليك تزوج الصغيره، ولكن الا تزوجتي الصغيره ماشي مشكل. داكشي راه الزواج راه واحد العقد، واحد الكونطرا، يعني عن تراضين. ما كاينش واش كيفاش باغي تراضى انت مع وحده عندها نهار تولدات؟ انا بغيت غير نفهم. راه نوضجه صح، وحده ناضجه هذه اللي نهار تولدات ناضجه. واش تتقارن دابا انت قبل 1400 سنه مع دابا؟ وانا تنهضر لك على الصحابه. الصحابي قدامى بن مضعون من تزوج بنت الزبير عندها نهار تولدات، واش انكر عليه الرسول ذلك؟ هل انكر عليه الرسول ذلك؟ هل انكر والديها؟ انت فين كاين دابا المشكل؟ كيفاش بغاو يزوجوها ليه وفين كاين المشكل دابا؟ يعني انت ما عندكش مشكل وحده والد يزوج بنته في المهد؟ داكشي تيبقى حريه شير. كيفاش حريه؟ واش حريه البنت ولا حريه الوالد؟ يا انت قلتي دابا بان عن تراض، يعني تراض انت تتفكر في الوالد ولا في البنت الصغيره اللي غتمشي ضحيه والطفوله ديالها غتغتصب؟ وتدير بوز طويله ما عرفتش شنو تدير، واش معايا ولا معاهم؟ واخويا وي كنسمعك. ودابا 30 ثانيه خليتيني ما ساكت وتقول لي تنسمعك. ما عرفتش واش تتقلب في جوجل شنو تدير؟ لا ما كنقلبش والله ما كنقلب. وشنو تدير؟ يعني راه خاصك تركز معايا. كنقرا بعض الاسئله كنت بغيت نطرحهم عليك. ايوا قولها لي غير باش نعرف. والمهم شوف، انا راه ما بقاش ليا الوقت بزاف. ها انت طرح الى عندك شي اسئله ونديروا صافي، نحبسوا لينا، ما عنديش الوقت بزاف غدا خدام. سمحنا على الديرونجمون بعدا. نو ما كاين لا ديرونجمون لا والو. تفضل صديقي، راك عارف غير تنكون مشغول ديما، داكشي علاش بزاف د الناس تيبغيو يهضروا معايا. قلت لك بزاف د الناس تيبغيو يهضروا معايا. زعما ما فكرت ما جبتيش زعما شي واحد هكا ذو علم شرعي وكذا تناظر معاه؟ ايوا راه تنظن الشيخ ابو شيدار راه تنظن عنده علم شرعي، راه شيخ.
الشيخ ابو شيدار راه شيخ، غلط هو راه رئيس الكفار. لجنه المناظرات، راه رئيس لجنه المناظرات في مصر. ما تنظنش بان العلم الشرعي ديالو فالصو. ولكن ما جبتوش شي واحد تحتكموا ليه. كيفاش نحتكموا ليه؟ يعني راه تقدر انك تفطر عليه شي كذبه بحال هكا، وكاين دوك الجمهور اللي تابعينك وانا درت معاه مناظرات، وغادي. انا درت معاه دردشه مني ليه. كيفاش نجيبوا شي واحد يحكم؟ هو شيخ، شيخ يعني شيخ، يعني تدوي غير درس على الشريعه. عرفت، تدوي نتوما غير على اصناف الالحاد بحال هكا، ما ما دويتيش زعما هضرناش ما على اصناف تعمدتوش. الالحاد. الدردشه ديالي اللي كنت مع اللي درت معاه هضرنا على كاع هاد المواضيع بحال اللي درت معاك دابا. اخر فيديو حيت نزلت اصلا حوار مع الشيخ ابو شيدار في مجموعه من المواضيع. هضرنا على ما هضرناش نكاح الصغيره، ما تنظنش. هضرنا على ملك اليمين، هضرنا على الرده، هضرنا على مجموعه ديال الاشياء. واحد الحاجه في هاد قضيه الالحاد وكذا، فاش تكون مناظره خاص اولا تثبت ليه وجود الله، عاد ديك الساعه تناقش معاه في مسائل الشبهات وكذا، ماشي غتبدا ليه من الشبهات باش مساله ديال وجود الله، راه شحال المشكله بزاف ديال المسلمين تيديروا دائما نفس الخطا. راه اثبات وجود اله ولا وجود الهه من عدمه ما غادي ينقص ولا يزيد حتى شي حاجه من من ناحيتي انا. اوكي، انا نقدر نمشي معاك دابا ونقول لك بانني تنآمن بشي حاجه خلقت الكون. اوكي، ومن بعد فين وصلنا؟ الاسلام ولا زوين دابا؟ راه لا علاقه. يعني واخا نآمن انا بالنسبه لك. بوجود، شوف، واخا نآمن انا بوجود خالق، غادي نبقاه انا هو انا، ما غتغير فيا حتى شي حاجه والو. فعلاش غادي نضيع انايا 3 السوايع ولا 5 السوايع ديال المناظره حول وجود الهه من عدمه؟ تيبان لي انا ضياع الوقت. بالنسبه لك لان ما انت يبقى شنو من شاء رايك، فليؤمن ومن شاء فليكفر. شنو رايك في واحد تيامن باله في ادغال افريقيا، شي اله سميتو بومبا ولا كوبو؟ شنو رايك فيه؟ خاصنا نفرقوا بين الديانات السماويه والديانات الارضيه اللي كيعبدوا الاصنام بحال البوذيين بحال الهندوس. هذا الكونسيبت ديال السماوي وداك الشيء، هذا كونسيبت ديالك انت. مش ما داك الانسان انت تتقول الاسلام دين سماوي ياك؟ وي راه كاينين في القران معجزات. بلاتي انت نعطيك تتقول، انا حديث. ما بلاتي غير بلاتي، انت تتقول الاسلام دين سماوي. المسيحي تيقول الاله ديال الاسلام والاسلام دين الشيطان. حيت تحرفات. كيفاش حيت تحرفات؟ انا تنقول لك الراي ديال واحد مسيحي في الاسلام، تحرف الراي ديال واحد مسيحي في الاسلام هو ان الاسلام دين شيطان، ما عنده حتى شي علاقه بالسماء ولا بشي اله. يعني مساله ان الاسلام دين سماوي راه عندك انت كمسلم، راه ما تفرضهاش على الناس كاملين. راه واحد مجوسي الا قلتي ليه الاله ديال الاسلام يقول لك اش من اله ديال الاسلام، هذاك ما كاينش، عاد تخربيق. انت الا قلت لك الاله ديال المجوسيه غادي تقول لي هذاك الشيء غير تخربيق. اذا نتوما راكم معارضين مع بعضياتكم، راه ما كاينش شي حاجه سميتها سماوي ولا ماشي سماوي. ولكن مثلا القران الكريم كيخاطب العقل بزاف. الاغلبيه اللي تبحروا وكذا كيفاش تيخاطب العقل؟ تما السيد تعطيك واش نكاح الصغيره عقل، واش قتل المرتد عقل، واش جهاد الطلب عقل، واش ملك اليمين عقل، قتل واش المرتد مذكوره في القران ما مذكوراش. وانت واش من اهل السنه والجماعه ولا انت من القرانيين؟ انا سني. اصغر واحد القضيه قتل واش المرتد الاحكام الفقهيه تناخذوها غير من القران؟ وكليات الدين منين كناخذوهم وعاد كنشرحوهم في السنه. كيفاش كليه مثلا الدين؟ ما فهمتش شنو بغيتي تقول. ما عرفتيش كليات الدين؟ ما فهمتك شنو بغيتي انت تقول بكليه الدين، تفضل شرح لي. مثلا حفظ كليات الدين. قول لي شنو بغيتي تقول. تيبدا التشريع ديالها من القران والسنه كتشرحها، ما غاديش نبداو من العكس. لا ما صحيحش هادشي اللي تتقول. علاش ما صحيح؟ كاين مجموعه مثلا قطع يد السارق، انا غادي مثلا الزنا، كلشي مذكور في اوكي القران. نبقاو في الزنا. شنو هي عقوبه الزاني المحصن؟ انا عطيتك غير مثال، انا ما لا درتش داك أنا انا داك العلم. غنمشي لك من المثال ديالك. شنو هي عقوبه الزاني المحصن؟ انا عرف شي 80 جلده ولا شي لا، حاجه الزاني المحصن، ماشي الزاني الغير محصن، الزاني المحصن اللي مزوج. مجوج.
انا عارف. كيفاش ما نعرف؟ ما عمرك شتي شي فيديو ديال طالبان؟ طالبان راه ما كتمثلش الاسلام. اوكي نسى طالبان، ما عمرك شتي شي فيديو ديال إيه. الرجم؟ لا، ما تعرفش بان الرجم كاين في الاسلام؟ راه عارف راه كاين. منين فين كاين في القران؟ قضيه تاعت فين الرجم في القران؟ داكشي تاع الزنا. فين كاين في القران الرجم؟ رجم الزاني فين كاينه في القران؟ واش انا حافظ القران كامل؟ انا عارف بانها ما كايناش، الا جبتيها نسلم دابا. ما كاينش، ما كاينش رجم الزاني في القران، ما كاينش، ما كاينش. دابا نقلب عليها. ما كايناش، بلا تضيع وقتك. سير خلينا في الفكره ديالتنا تاعت، ولا غير غتمشي قلب، بحال. الا بغيتي تقلب قلب. غتبقى تقلب حتى الغدا. ما كاينش رجم الزاني في القران، ما كايناش. ولكن الرسول رجم ماعز بعيزو، ورجم الغامديه. علاش رجمهم؟ غلط هو زعما؟ وعلاش ما تطبقش الرده في الزمن ديالو؟ كيفاش ما تطبقاتش في الزمن ديالو؟ راه هو امر في بها، الرده. ما تيهمش واش طبقات في الزمن ديالو ولا ما طبقاتش. هو امر بقتل المرتد، وقتل ابو بكر المرتدين. حروب الرده. واش حروب فاش كانوا الرده؟ الفتنه. فاش فتنه ولا بانوا ماشي فتنه؟ الخوارج. هذيك سميتها حروب الرده. هذوك الناس ارتدوا من مات الرسول، ارتدت كل الجزيره الا مكه والمدينه، كل شيء ارتد. ما بقى ديك الساعه لا معجزات لا حتى شي كل حاجه. شيء. الا مكه والمدينه. نعم، ارتدت الاعراب، القبائل العربيه ارتدوا، بقات غير مكه والمدينه اللي واقفين. فهنا ناض ابو بكر وقتلهم بالسيف، رجعهم صحه. اما في مساله قتل المرتد هذه راه اجماع. انت كمغربي في المغرب، المذهب اللي آه. خدام به المغرب هو مذهب مالك، المذهب على المالكي. فين ساكن نتايا؟ ها؟ على فين ساكن نتايا؟ لا انت نقول لك، تنهضر معك انت كمغربي، وحنا اه. كلنا مغاربه. يعني المغرب المذهب اللي خدام به شنو هو المذهب المالكي. اه. والمذهب المالكي فيه قتل المرتد، والحنبلي فيه قتل المرتد، والشافعي فيه قتل بعد المرتد. استتابته 3 أيام. اه هو يعني راه هذا الشيء راه ثابت. واش هاد الفقهاء تيخرفوا؟ واش الاجماع في قتل المرتد تخربيق؟ واش الاحاديث الصحيحه في قتل المرتد ولكن تخربيق؟ تعرف واحد القضيه. قول لي. داكشي كيكون سميتو خاص يجيبوا مثلا شي واحد غيناظروا عنده علم زعما كيفاش يناظروا؟ ما و فهمتش شنو تعني بيناظروا. واش صحابك يشوف دوك الاستتابه؟ الشبهات ديالو. واش صحابك الاستتابه مناظره؟ ابار زعما يشوف دوك الشبهات اللي خلاته يشك وخلاته من يمشي بعد. في الطريق. من بعد. اعتبرني انا، اخترني انا مثال بلا ما تمشي بعيد. انا كمثال، انا آه. مثلا المغرب ولا تيطبق الشريعه الاسلاميه، وصيفط لي ولي امر المسلمين، صيفط لي واحد 3 ديال الحياه ولا 4، جاو دقوا لي على الباب، قالوا لي يا السي هشام سمعنا بانك انت خرجتي من الاسلام. قلت لهم وي انا صادق، قلت لهم الحقيقه، قلت لهم وي انا خرجت من الاسلام. ايوا علاش خرجتي من الاسلام؟ غنبقى نقول لهم هادشي كامل اللي انا تنضل نقوله مع المسلمين، راه الاسلام دين همجي، راه فيه شريعه لا انسانيه لا اخلاقيه، بربريه وحشيه همجيه دمويه. نعاود لهم هادشي كامل، يقولوا لي لا اسيدي الاسلام راه زوين. هذه انا ما يقنعونيش بطبيعه الحال، ما نقتنعش. كيفاش غادي يقنعوني؟ انا ما نقتنعش بهذه الهضره ديالهم، حيت انا باين عندي المسائل واضحه بان هذا الدين هذا ماشي انساني. اذا انا ما غاديش نقتنع بالهضره ديالهم، غادي يقتلوني. وفين هي حريه الاعتقاد؟ الو وي كنسمعك. ايوا لا، فين هي حريه الاعتقاد؟ مادام انه ما تطبقش في عهد الرسول وما تطبقش يعني راه ما كاينش زعما حد الردة ولا كذا. كيفاش؟ مادام انه ما تطبقش على دوك المنافقين في عهد الرسول يعني راه ما كاينش داك حد الردة. ولا ربما يعني بداك دابا انت باغي تصور تحيد واحد شخصي. التشريع اسلامي لان ما تطبقش في الفصل الرسول، باغي تحيده. يعني خاص التشريع الاسلامي يكون تطبق في عهد الرسول، هاد ديرو. منين جبتي ولا هاد الشرط هذا؟ أنا
التفكير الشخصي وصافي زعما ولكن راه ما كاينش فكره. تفكير شخصي في الاسلام اصاحبي، راك بالاجتهاد ديالك انت راه تقدر تخرج من الاسلام وانت كاع ما حاس. ولا ربما مثلا قالوا ما يديروش مع عقله اصلا في الاخر اخرته غينتحر ولا شي حاجه بحال هكا. لا لا، دابا انت تتحاول دير كما تنقولوا بالدارجه، تتحاول دير العكر على الخنونه. عندك شي سؤال اخر؟ بقات لي غير شي 5 مينوت صديقي. الو. في سؤال. ايه شوف بلاتي انت واحد ختم الحديث. ختم، الا بغيتي كاع تختم في هاد 5 دقائق نبقى انا غير تنسمع لك، ما عندي حتى شي مشكل. واحد الحديث نتاع النبي صلى الله عليه وسلم. صلي عليه. كيفاش صلي عليه؟ نقول صلى الله عليه وسلم. صلى عليه الهه وسلم. زيد. إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينتزعه، فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر دواء. ايوا. إعجاز علمي. هادي تديرها نتايا؟ مسألة إعجاز علمي يعني. لا بلاتي، قبل من الاعجاز، الا وقعت لك انت وجات شي دبانه ديال الحمار تحطات لك في الماكله غديرها؟ واش دابا زعما انت دابا تتراوغ انت دابا لا ديرها لا، ولا ما انا غير ديرهاش؟ بغيت باقي بغيت واش غير نديرها نعرف انت ولا لا؟ واش تديرها، غادي نهضروا في هذا الشيء هذا ماشي مشكل، ولكن لا بغيت غير نعرفك ما انت نديرهاش اسيدي. وعلاش ما ديرهاش. ما نديرهاش. علاش؟ وخلينا دابا في الموضوع ديالنا علاش ما نديرهاش. ايوا دابا انت باغي تثبت لي واحد الحاجه زوينه في الاسلام وانت براسك ما متاكدش منها وما لا هذا غديرهاش. راه اعجاز علمي هذا. الا كان هذا اعجاز علمي علاش ما ديرهاش؟ غمس وجاوبني دابا غمس على كيفاش الدبانه زعما. وكول، غمس الدبانه وكول، راه درتي فيها لونتيبيوتيك. دير. وهذاك لونتيبيوتيك ولكن راه كيفاش زعما نبي من 1400 سنه واكتشف هذه القضيه. وبلاتي قبل ما نهضروا على هذا الشيء واش صحيح ولا ما صحيحش، الا كنت انت متاكد بانه صحيح علاش انت ما ديرهاش؟ كيفاش نتاكد انه صحيح؟ قلب عليها علماء قال لك بلي راه فيها ويا واحد سيدي مزيان جناح. مزيان، انت تاكدتي وعارف بان العلماء قالوها، علاش انت ما ديرهاش؟ ما عندناش الدبان في الدار. دابا الا كنتي حاط الماكله وجبت انا دبانه ولحتها لك تدخلها وتاكل؟ وما تحتاجش تفكير اصاحبي. الا الا كنتي مريح، كتراوغ الا هشام. كنتي مريح غادي نهضر معاك على صحه الامور وداك الشيء، اكون هاني، انا راه ما تنزقل حتى شي حاجه، انا داير بحال الله ما تنزقلش. الا كنتي انت مريح في الريستورو، صار مرض. الا كنتي مريح في ريستورو وجاب لك الكارسون زلافه ديال الحريره فيها دبانه، غترد ليه الزلافه ولا غادي تخشي الدبانه وتاكل؟ ما عنديش مع الحريره. شنو اللي عندك معاه دابا زعما وحلات غير في الحريره دابا؟ عندك مع سايكوك؟ راه باينه، راه انت راه دابا بهاد السكوت ديالك راك تتجاوبني، تتقول لي لا ما غاديش نديرها انا، ولكن فرحان زعما حيت هذا شيء اعجاز علمي. طيب قول لي العلماء اللي قالوا هاد الهضره، تفضل. قلب عليها في جوجل وغتلقاها. ودابا انا تنهضر معاك وتتقول لي شي حوايج تقول لي سير لجوجل قلب، وراه المفروض انت اللي عندك المعلومات. انا من تنقول لك شي حاجه تنجيب لك الدليل عليها، انت اللي خاصك تجيب لي الدليل على داكشي اللي تدعي. راه ماشي ادعاء. تبت لي بانه ماشي ادعاء، تبت لي بان العلماء لقاو بان هذا الشيء اللي قال الرسول صحيح، تبتها لي. بلاتي. جبد لي شي ارتيكل سيونتيفيك، شي مقاله علميه فيها بان راه العلماء اكتشفوا في لابوراتوار بان جناح ديال الدبانه فيه البكتيريا والجناح الاخر فيه انتيبيوتيك. شحال غادي تحتاج الوقت؟ هادي مشات لي كونيكسيون. ها لا راه مازال شاده. الو. وي. وي لقيتيها؟ لقيتي الدبانه؟ الو. وي هو تنسمع. لقيتي الدبانه؟ انا قلب باش نلقاها. انت سير قلب عليها وغتلقاها. شنو قول لي شنو نقلب دابا انا؟ ها شنو نكتب في جوجل؟
شنو نكتب في جوجل باش يخرج لي المقال العلمي؟ إذا وقع الذباب في شراب لا غادي أحدكم. يخرج لي الحديث، انا تنعرف الحديث، انا بغيت شنو غادي نكتب باش نلقى المقاله العلميه اللي تتاكد الحديث. الو دير ويكيبيديا. ايه شنو غنكتب في ويكيبيديا؟ غنكتب فيها ذبابه؟ كتب. ودابا انت قلتي طالعتي على هذا الشيء وتاكدتي منه، ما بقات لك حتى شي حاجه في عقلك منه؟ وبالي يا صاحبي مالك تنون اختي وصديقي، راه ما بقاش ليا الوقت، خصني نتلاح. شنو نكتب؟ الو تيبان ليا بحال اللي باغي تبيراطي ليا البيسي، تبقى ساكت. كنتكونيكتا من الواتساب. وحنا راه دابا في سكايب، علاش تتمشي للواتساب؟ ها خدام في جوج. ايوا ركز معايا انا، ياك انت بغيتي تهضر معايا انا. صنصور منك نتايا. هادي ما عرفت شحال من سيمانه وانت لاصقني. ها حنا دابا تنهضروا انت تتخليني وتتمشي. شنو لا. نكتب دابا؟ ذبابه؟ شنو نكتب؟ نكتب ذبابه؟ قلب. واشنو نقلب اصاحبي؟ انا حل دابا محرك البحث وتنتسناك تقول لي شنو نقلب. شنو نكتب؟ ذبابه؟ المهم ما بقيتيش تتجاوب معايا يا صديقي، انا غادي نتلاح. المهم ميرسي بزاف على الدردشه، ونبقاو على اتصال في الفيسبوك. ميرسي.